يا جماعة والله العظيم اللي حصل النهاردة ولا كان في العقل ولا كان في الحسبان. يعني فجأة تبص تلاقي الأهلي المصري اللي كنا كلنا فاقدين الأمل في النتيجة وإن هو هيفوز قبل الماتش بيومين، بنزيما ومش بنزيما وكانتي ومش كانتي ومش عارف لعيبة بمليارات ولعيبة بفلوس ووسط جماهيرهم، ونتفاجئ كلنا ونبص نلاقي الأهلي نازل لاعب ماتش للتاريخ. ثلاثة يا معلم مع الرأفة، ثلاثة جوان. يعني جون بتاع علي معلول، علي معلول كله قال انتهى، لا وفجأة علي معلول يرجع لياقته ويلعب باك، يعني حكاية تلاقيه ورا وفجأة تلاقيه قدام. لعب ماتش خرافي ويقطع كور، يعني ما تحسش ان هو كبر ولا حاجة. يعني حسين الشحات عمل ماتش ليه اكتر من ثلاث اسابيع او 4 اسابيع نايم على الخط. جه في ماتش الاتحاد بسم الله ما شاء الله، جون ار2 بلاي ستيشن على ابوه. يعني كان ماتش حكاية، أقسم بالله العلي العظيم أنا كمشجع أهلاوي إن أنت يكون ليك الفخر إنك أنت تشجع النادي الأهلي. النادي الأهلي يا جماعة في عز ما هو مستواه، يعني الفترة الأخيرة مستواه يعني كان مش حلو بصراحة. وكنت بلوم على كولر في كذا مرة، مريح لعيبة ومنزل لعيبة وبيتفلسف وبيعمل حاجات يعني تخلي الواحد خلاص اتخنق. بس في الماتش بتاع النهاردة ماتش عالمي، ماتش عالمي، وارفع القبعة لكولر وكل لعيبة الأهلي. اقسم بالله العلي العظيم على التحفيل اللي كان قبل الماتش من يومين وثلاثة اللي فاتوا من جماهير السعودية أو من جماهير أخص جماهير الاتحاد السعودي، كانت تخلي الواحد يا رب الاهلي يفوز. ليه؟ كنا مش هنخلص. اللي يقول لك الكبسة واحنا هنوريكم واحنا مش عارف ايه وانتوا هنغلبكم، ده احنا معانا بنزيما، ده احنا معانا كانتي، ده احنا معانا مش عارف مين. كنا هناخد تحفيلة للصبح، للصبح ايه، لسنة قدام. يعني الاتحاد السعودي كان خلاص هيخنقنا لسنة قدام. كنا احنا ايه، هنضيع. يعني كنا هنحس بصراحة لو الاهلي اتغلب، انا واحد من الناس كنا هيجيلي اكتئاب. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الاهلي فاز وشرف الكره المصريه، وعرف ان هي مش بفلوس ولا بلعيبه ولا بجمهور، لا يابا ده تاريخ الاهلي. بس هم برضه اخواتنا السعوديين، يعني حتى لو هم فازوا كنا هنحب لهم الخير برضه. بس الصراحه يا ربنا انا كنت عايز الاهلي، اهلاوي من مصغر يعني من صغر سني يعني. ولو كان فاز الاهلي او الاتحاد السعودي كنا هنفرح للاثنين. بس الصراحه يا ربنا انا كاهلاوي عاوز الاهلي. وفي اخر الفيديو هارد لك لجماهير الاتحاد، وان نادي الاتحاد نادي عريق ونادي عظيم ولاعيبه محترفه وكل شيء. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ويا رب يا رب السنه دي يا رب يا رب نشيل البطوله. يعني احنا بنحلم، يعني انا عارف انه مانشستر سيتي وعارف ان لسه في فريق برازيلي، بس بنحلم والاهلي خلانا نحلم. يعني الاهلي ما هو بنزيما وما عندك كانتي. بنزيما كان بيلعب فين؟ ما كان بيلعب في ريال مدريد. وكانتي كان بيلعب في مكان، بيلعب في تشيلسي، يعني برضه فريق بس مش هيبقى زي مانشستر سيتي يعني. بس خلينا نحلم ونقول يا رب وخلينا متفائلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.